بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، تخيل لو كانت هناك كلمة إذا قلتها تغير الزوج أو الزوجة للأفضل، بحيث لا يحصل بعدها إيذاء بالكلام أو الأفعال بينكما أبدا، وفوق هذا صلح أبناؤك وتحسنت صحتهم وتفوقوا في دراستهم، حتى لما كبروا تزوجوا من الصالحين وترتاح معهم، ترتاح. كل هذا حصل بكلمة. هل هذا موجود؟ نعم موجود. أين موجود؟ في القرآن. هذه الكلمة موجودة في القرآن، إذا قلتها وأنت متيقن من الإجابة فسوف يختار الله لك أفضل زوجة ويختار لك أفضل زوج، وإذا كنت متزوجا أصلا فسوف يطيب الله خاطرك في حياتك الزوجية وفي أبنائك مما يغير حياتك تقريبا. أين هذه الكلمة؟ أين هذا الدعاء؟ إنه موجود في سورة الفرقان، وربنا سبحانه يحب هذا الدعاء كثيرا، لدرجة أنه مدح الذين يقولونه وسماهم عباد الرحمن، ووعدهم بأنه سيعطيهم الجنة وتسلم عليهم ملائكة، حتى الله سوف يسلم عليهم جل جلاله. فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ما هو هذا الدعاء الذي قاله عباد الرحمن فأسعدهم الله في أزواجهم وأبنائهم؟ انتبه معي. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني أن أرى ما يسعد عيني ويطيب نفسي في أبنائي وفي زوجتي والمرأة في زوجها. الصراحة لا أخفيكم، أنا عن نفسي من أكثر الأدعية التي كررتها في حياتي هو هذا الدعاء. لماذا هذا الدعاء أفضل من غيره؟ لأنك في غير هذا الدعاء إذا دعوت لأبنائك بشيء معين فإذا استجيب دعاؤك فسوف يتحقق الشيء الذي طلبته فقط. مثلا قلت اللهم وفق أبنائي في دراستهم، يتوفقون في دراستهم لكن ربما يمرضون. إذا قلت اللهم احفظ صحة أبنائي تحفظ صحتهم لكن ربما ما يوفقون في عملهم، وهكذا. لماذا؟ لأنك اخترت أن تدعو بشيء محدد فأعطاك الله تبارك وتعالى اختيارك المحدد. لكن لو أنك قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإن الله تبارك وتعالى سوف يقر عينك في كل شيء فيهم وليس في مجال واحد فقط. هل عرفت لماذا أرشدك الله في القرآن تدعو بهذا الدعاء؟ بالمناسبة هناك دعاء آخر، وهذا دعاء خاص بالأبناء أيضا، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لنبيه زكريا عليه السلام، وهو أن تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذا قلت هذا الدعاء وأنت متيقن من الإجابة فإن الله طيب سوف يعطيك ذرية طيبة في أخلاقها وطيبة في خلقتها وطيبة في حياتها وطيبة في كل شيء حتى في برها بك. زكريا لما قال هذا الدعاء أعطاه الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام. كيف وصف الله يحيى؟ قال تعالى عن يحيى عليه السلام: وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الدعاء يصنع المعجزات. نعم أنت تعرف أن ذريتك الطيبة لن تكون أنبياء مثل يحيى عليه السلام، لكنها لا زالت ذرية طيبة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، بل وقد يزيدك سبحانه أن يتفضل عليك بإصلاح حياتك الزوجية وليس فقط الذرية الطيبة. ألم تلاحظ أن زكريا في دعائه طلب الذرية الطيبة فقط، لكن لما استجاب الله هذا الدعاء ماذا قال سبحانه؟ سمع الآيات. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال بعض المفسرين: كانت زوجته سيئة الخلق طويلة اللسان تؤذيه فأصلحه الله تبارك وتعالى. معنى زكريا ما طلب ذلك في الدعاء القرآني، لكن هذا فضل الله تبارك وتعالى، فضل الكريم سبحانه. فاحرص على هذا الدعاء لكي تجد في نسلك ذرية طيبة ولكي يصلح الله حياتك الزوجية. هذه كلها أدعية عامة في صلاح أهلك وذريتك. الآن سأختم الحلقة بدعاء يستفيد منه الذين تعبوا مع أبنائهم في موضوع الصلاة خاصة. بعض الناس أبنائه والعياذ بالله لا يصلون، أو يصلون أحيانا يتركون أحيانا، أو أنهم يصلون متأخرين عن الوقت. فهل يوجد دعاء معين؟ نعم يوجد دعاء خاص هو من أفضل الأدعية التي يمكن أن تقولها لحل هذه المشكلة. استمع أولا لهذه القصة بعد إذنك. تقول إحدى الأخوات: أنا كانت بنتي في صف 5 ابتدائي وكانت الله المستعان صلاة ثقيلة عليها، لدرجة أني في يوم من الأيام قلت لها قومي صلي، وراقبتها فلقيتها تكذب تقول صليت وهي ما صلت.
تقول فشديت عليها وهذا الموقف ضايقني وبكيت وخاصمتها ولمتها خوفتها بالله، ما نفع ذلك معها. لكن في يوم من الأيام تقول هذه المرأة يعني في إنسانة قالت لها قصة، وهي أنها زارت قريبة لها عادية ليست كثيرة التدين، لكن لما أذن المؤذن قام أبنائه يصلون من غير أن تطلب منهم ولا تناديهم ولا شيء. تقول فقلت لها كيف أبنائك يصلون من أنفسهم بدون خصام ولا تذكير؟ قالت المرأة والله ما عندي شيء أقوله لك إلا أني من قبل أن أتزوج وأنا أدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي ورد في القرآن عن إبراهيم عليه السلام. الدعاء هو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تقول هذه الأخت أنا بعد هذا لزمت هذا الدعاء في سجودي وقبل التسليم وفي الوتر وفي كل أوقات الإجابة. تقول والله يا ناس إن ابنتي هذه الآن بالثانوي أصبحت هي التي توقظنا للصلاة وتذكرنا فيها، وإخوانها كلهم والله ولله الحمد يحرصون على الصلاة. حتى أمي زارتني ونامت عندي لفت انتباهها حرص ابنتي على الصلاة وكيف أنها تستيقظ وتدور علينا تصحينا للصلاة. نعم، هذا دعاء قاله أبو الأنبياء عليه السلام. هذه أدعية أنبياء ومرسلين وعباد الرحمن الذين هم أهل الجنة. فإذا كان الله لن يستجيب دعاء هؤلاء فلمن سيستجيب؟ وإذا كان الله استجاب دعاءهم فلماذا لا يستجيب نفس الدعاء إذا قلته أنت؟ وهو الذي دعاك للاقتداء بهم فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أخي الكريم، أختي الكريمة، اجتهد في دعائك بهذه الأدعية المستجابة حتى ولو لم يكن لك زوجة أو أبناء، فإن مستقبلك أو مستقبل عائلتك قد يتوقف على نوع الكلمات التي ستختارها عندما تخاطب الله تبارك وتعالى. احفظ الأدعية المستجابة للأهل والأبناء ذكرناها اليوم.